بتبدأ القصة بتاعتنا بواحد فاتح بث مباشر وبيكون بيصور حادثة اللي بيتكلم الشخص اللي جوه البث وبيقول الجميل إنها ليست نكتة إنها حقيقة. وبيكمل كلامه وهو بيشاور على السماء. وحش عملاق ظهر في وسط مدينة سيو وبيكون متوتر وبتظهر شوية من التعليقات وبيتكلم واحد منهم يا إلهي يمكن رؤيته من مكان. وبيتكلم واحد تاني هل هذا حقيقة حقا يعني أنها ليست في الأخبار حتى. وبيتكلم واحد تالت لم تكن هذه مجرد هزة أرضية فحسب. بيظهر كلام مكتوب بلغة دموية مزحة القدر مثل الشبح. فجأة بيرمي صاحب البث التليفون بتاعه اللي بيتكسر وبيطلع يجري وبيطلع يبص من النافذة واللي بيتكلم سيظهر دون سابق انذار وسيدمر حياتك اليومية. وبيكون بينهت على اخره وجأة بيبص حاجة بتصدمه واللي بيكون وحش عملاق ظهر في وسط مدينة سيو واللي بيكون مغطي المدينة حرفيا. ويكلمنا شخص وبيفهمنا أحداث القصة. لو قلت لكم كيف وصلت لهذه النقطة رغم ذلك دماغي لا يعمل بشكل جيد وأنا واثق أن هذه كانت البداية تنتهي بنا الأحداث. كان ذلك قبل 3 سنوات وكنت قد دخلت للتو إلى المدرسة الثانوية. وبنشوف المدرسة واللي بيكون فيه طلاب كتير داخلين فيها. وبنروح لفصل الشعبية للسنة الأولى وبنشوف فيه شخص بيدور على مكان الفصل بتاعه وبيتكلم هل هذا هو المكان. وبعدها بيخش الفصل بيكون كل الطلاب بيبصوا له. بعدها بيدخل هو وهو متوتر وبيكمل في طريقه بقى وبيتكلم في نفسه الجو محرج للغاية كل ما عليه فعله وأخذ مقعد في الزاوية. واللي بيبدأ يقعد على الكرسي بتاعه وبتكون دي مراسم الدخول في المدرسة. وبيتكلم في نفسه بيئة جديدة وأشخاص جدد. وبيتكلم في نفسه بقدر ما شعرت به من الإرهاق ورغم أن هناك العديد من المشاعر والأفكار المختلفة عبرت في الصف. وبيكمل كلامه البعض قد كانوا متوترين بسبب البيئة غير المألوف بينما الآخرون قد كانوا غير مبالين لا يفكرون بالأمر كثير. وأما البعض منا كانوا يتطلعون إلى المستقبل والبعض الآخر قد يكونون غارقين في هوياته. في الأثناء دي بقى بتظهر شاشة غريبة البطل واللي بيكون مفكر نفسه بيحلم وبيدعك عين وبيكون مفكر نفسه اللي هو بيهلوس وبيكون هو في حيرة من أمره اللي هو يعمل ايه في اللي قدامه ده. واللي فعلا بيظهر لنا في زمن النظام وبيتكلموا اهلا ايها المضيء مبارك لك قبولك في المدرسة سون الثانوي مدرسة الاسرار والغموض. اكتشف الاسرار المظلمة المخفية داخل المدرسة او محاربة الاساطير وقصص الاشباح في الحرم المدرسي لكسب النقاط او فتح القدرات الخاصة. بالاضافة الى ذلك يجب عليك جمع الرفاق لتحضير قيامة الملك الشيطان قبل تخرجه الى العالم الخارجي والعالم بين يديك الان. وبيكون هو مستغرب من النافذة اللي قدامه دي وبيتكلم في نفسه هل لعبت اكثر من اللازم. وفجأة الطلاب قاعدين بيلاقوا السماعات بتتكلم وبتقول اعلان من غرفة البث يوجد حاليا انقطاع للتيار الكهربي في الحرم المدرسي لذا فإن الكهرباء محدود. وبيكون الطلاب مستغربين وبيكمل السماعة كلامها نظرا لأن البث التلفزيوني غير متوفر الآن مراسم الدخول سوف تأخذ في مكان الفناء اللي هو الفناء الخلفي للمدرسة. وبيكرر كلامه الطلاب الجدد مطالبون بالتجمع في الفناء. وبيتكلم بطلنا هذا مزعج لماذا يجب علينا فعل هذا في الخارج. وبيتكلم في نفسه هل هذه غير مرئية للآخرين كلام على شاشة النظام يعني. وبالفعل بيبدأ الطلاب انهم يتحركوا للفناء وبيكون بطلنا بيتحرك معاهم والشاشة لسه ظاهرة له. وبعدها بيكلم نفسه اذا هذه النافذة انا اعتقد ان ما يوجد بها صحيح. وبيكمل كلامه انها ذلك شيء من الالعاب المسمى بنافذة الحالة. وبيكمل بطلنا كلامه هناك بيانات احصائية تفيد بان 80% من الرجال الكوريين الجنوبيين يمكنهم البقاء هادئين اذا ظهرت امامهم نافذة الحالة. بيكمل كلامه بالتأكيد لقد اختلقت ذلك للتو. وبيبدأ وهو ماشي يكرر في كلمة نافذة الحالة. وآخر حاجة كان قالها بقى لابد أنني أصبت بالجنون في اليوم الأول من المدرسة. وبنشوف الطلاب الجدد واللي بيكونوا بالمئات بيكونوا اتجمعوا في الفناء الخلفي للمدرسة. وكنا بنروح لبطلنا واللي بيتكلم انها لم تختفي بعد. بالاضافه الى ذلك ما الذي يحاول قوله هذا الشيء. وبيظهر نظام تاني مرحبا بك في مدرسه سون الثانوي مكان مليء بالاسرار والغموض. اكتشف الاسرار المخفيه داخل المدرسه وحارب الاساطير الحضاريه وقصص الاشباح واقتسم النقاط لاكتساب قدرات خاصه واجمع الحلفاء لمنع قيامه ملك الشياطين قبل التخرج العالم بين يدي. والكلام ده كان مكتوب في الاول برضه. وبيكون بطلنا مستغرب وبيتكلم اسرار اسطوره شعبيه قصص اشباح انا لم اسمع بهذا الشيء ابدا. وبيلاقي لي جون اسفل الصفحه من كل متابعه الصفحه التاليه. بيتكلم وهو بيقول اذا النقد يعني الضغط عليه بيدي. بيبدا اللي هو ينقر على الصفحه التاليه واللي بيلاقي فيه شخص بيزعله وبينادي عليه وبيقول له انت هناك. وبيكون المعلم وبيقول له قف في الصف. فبيرد عليه لي جون وبيقول له حاضر سيدي. وبيتكلم بطلنا في نفسه الان يجب علي التركيز في مراسم الدخول اولا الا يمكن جعل هذا يختفي. والاول ما بيقول كده بتختفي على طول. وبيظهر شخص في الميكروفون وبيقول
وبيقول: أعزائي الطلاب الجدد لمدرسة سونغ الثانوي، يسعدني أن ألتقي بكم جميعا هنا. وبيكمل كلامه على المسرح: أولا وقبل كل شيء أرحب بكم ترحيبا حارا في مدرستنا. أنا المدير المدرسة واسمي شين مو. واللي فجأة بيبدأ يتضخم دماغ وبيبدأ يتضخم بشد، بيكون مشهده بشع. وأول ما بيخلص وبيقول اسمه بيبدأ اللي هو يتفجر على طول، وبيتفجر دماغه بطريقة بشعة، وبيتناثر الدم في كل مكان، وبيتناثر على المعلمة، وبيكون الوضع بشع، وبيكون الدم متطاير في كل مكان، وبيكون الطلاب مش فاهمين أي حاجة، وبيكون بطلنا مستغرب ليه المدير وقع بالفجأة كده. بيكون الطلاب بيقولوا: ما الذي حدث؟ واللي بتبدأ تطلع معلمة وبتتكلم: أيها المدير، ماذا بحق الأرض يحدث؟ وأول ما بتبص على المدير بتتصدم، لأنه بيكون ميت بطريقة بشعة ودماغه مش موجودة حرفيا. بتتكلم وهي بترجع لورا بقى: يا إلهي. تبدأ تتصل على أي حد يساعدها، وبتكون بتتصل على 119 وبتتكلم: نحتاج إلى الاتصال ب 119، إنه أمر خطير. وبتكون مصدوم. فجأة بتكون آخر كلماتها: ما كان هذا مجددا. بيبدأ يتضخم دماغ ودماغ الموجودين، بيبدأ اللي هم ينفجروا واحد ورا التاني، وبتكون الدم متطاير في كل مكان بطريقة بشعة. تبدأ المدرسة اللي تصرخ، والطلاب يصرخوا من الذعر والألم، وبيبدأوا يجروا في كل مكان. وبيتكلم واحد من الطلاب ويقول: ماذا يحدث بحق الجحيم؟ بيرد عليه صاحبه بيقول له: لا أعلم، أنا فقط أهرب. وبيكون بطلنا متوتر من شكل المشهد، وواقف في مكانه مش قادر يتحرك. فجأة بيكلمهم رئيس المعلمين وبيقول لهم: انتظروا هناك لماذا تهربوا؟ وبتكون آخر كلماته: ابقوا هادئين. وبيبدأ دماغ اللي جوه يتضخم وبينفجر بطريقة بشعة برضه، وبيبدأ جميع الطلاب ينفجروا، واللي بيكون انفجارات متتالية في المكان. واللي فجأة الطلاب بيجروا كده عشان ينفذوا بحياتهم. تكلم واحدة بطلنا وبتقول له: أرجوك ساعدني. بيكون بطلنا مش عارف يساعد نفسه ولا يساعدها، وبيتكلم: هذا جنون. فجأة وسط القلق ده كله بيظهر واحد ملوش أي 30 لازمة، وبيكون غلبان على باب الله، وبيتكلم: لماذا هناك الكثير من الإزعاج في الخارج؟ بيكون هو الأمن بتاع المدرسة، الحارس يعني. وبيتكلم وهو مستغرب: ماذا يحدث؟ وبيكون الطلاب بيجروا برضه، وبيكونوا عند البوابة وبينطوا منها. وبيكون القوي بيدوس على الضعيف في الوقت ده، لأن الطلاب بيدوسوا على بعض، وبيطلع اللي ينجو بحياته. وبيكون الحارس لسه مستغرب، ويكلموا حارس الأمن وبيقول لهم: يا أطفال، ما تفعلونه خطير حق، عودوا إلى حيث ما يجب أن تكونوا، لا ابقوا في المدرسة. واللي فجأة بيروحوا له الطلاب كلك وبيقولوا له: أين المفتاح؟ مفتاح البوابة بسرعة. بيكون الحارس مصدوم وبيتكلم: هل أصبتم بالجنون؟ فجأة بيتلموا عليه كلك وبيكتفوه وبيقولوا له: أعطينا المفتاح الآن، افتح الباب بسرعة. وبيتكلم الحارس: اتركوني أيها الأوغاد، ده أنا جد جدك يا ابن اللعيب. وبيتكلم الطلاب: أعطينا المفتاح أيها اللعيب، لماذا لا تعطينا إياه واعطينا إياه بسرعة. وبيتكلم الحارس ومحشور وسطهم: ماذا يفعل المعلمون بالضبط؟ لماذا تركوني وحدي؟ بيتكلم بطلنا لي جونغ في نفسه: هل كان الحارس بوابة جو نجا في حياته السابقة؟ ألا يجد الوضع غريبا؟ نحن نموت. بيتكلم في نفسه: ولكن بفضله لدي مساحة لتسلق الحائط. في الوقت ده كان الطلاب بيتسلقوا الحائط، وبيلاقي في مجموعة من الطلاب جاية وراه وبتقول: لا أريد الموت، لا تسلقوا بسرعة. وبيكون بطلنا مصدوم اللي هم جايين عليه، بيطلع يجري وبيقول: عليه الإسراع بسرعة. وبيبدأ اللي هو يروح عند الحائط اللي هو الجدار، وبيتكلم بقى وهو بيصرخ: النجد لا يمكن الوصول إليه. واللي فجأة هو بيحاول يتسلق الجدار بيمسك واحد من الطلاب من رجله، فجأة بيدوس عليه بطلنا وبيقول له: اتركني. وهو بالفعل بيجرب اللي هو يتسلق الجدار، بيتعور في الحديد اللي قدامه واللي بيكون مبوز. واللي بتبدأ تتكرر نفس الكلام: مزحة القدر مثل الشبح. وبالفعل بيبدأ اللي هو يتسلق الجدار، بينط من الناحية التانية، وبتظهر نفس الكلام: سيظهر لك دون سابق انذار وسيدمر حياتك اليومي. وبالفعل بينط الناحية التانية من المدرسة. بيكمل كلامه وهو بيكلمنا دلوقتي اللي هو من المستقبل يعني: لقد كنت جاهلا في ذلك الوقت. وبيتكلم بطلنا وهو بيضحك: لقد فعلتها. ولكن يبدأ يحصل له حاجات غريبة وبتظهر علوق في دماغه، بيبدأ يموت وهو بيصرخ على اخره. بيكون مشهد بشع، وبتكون تلك كانت البداية فقط. وبيظهر النظام: لقد مت، سوف تعيد القارة في نقطة التفتيش، يتم التحميل الآن. بعدها بيظهر نظام: لقد موت، العادة من نقطة تفتيش سابق. وبتكون المدرسة عبارة عن جثث، وبتكون الجثث في كل مكان. بعدها بيظهر نظام من تاني: يتم التحميل. بعدها بيظهر بطلنا وبيكون بيصرخ على آخره، وبيكون عاد للحياة مجددا، وبيتكلم: إن رأسي يؤلمني، ما الذي حدث لي؟ بعدها بيحاول يعرف نفسه حي ولا ميت. وبعد ما بيخلص تظهر له شاشة النظام من تاني، واللي هنختصرها المرة دي، وبتكون رسالة الترحيب. وبعدها بيبص بطلنا حواليه وبيلاقي زمايله، واللي بيكونوا بيتكلموا وبيقولوا: من هذا؟ ما الذي يحدث معه؟ هل أصيب بالجنون؟ وده راجع كله لأن بطلنا كان بيصرخ على آخره. بعدها بيتكلم واحد من الطلاب وبيقول: لا أعلم لما أستيقظ للتو. وبيتكلم واحد تاني: أتريد جذب الانتباه؟ بعدها بتتكلم الفتاة اللطيفة دي وبتقول:
لقد بذل قصارى جهدي في اليوم الأول، لماذا يفعل ذلك؟ بعدها بيكون بطلنا مصدوم على منهم كلهم وبيتكلم: الصف الباهت والطلبة المشتتين، ماذا يحدث؟ هل كان كل هذا مزاحا؟ لا أعتقد، بالتأكيد لم يكن هذا حلم. وبيفتكر لما كان بيموت بطريقة بشعة، وبيتكلم وحاطط ايديه على بقه: التفكير بالأمر يجعلني أشعر بالغثيان. وبيتكلم وحاطط ايديه على بقه من تاني: إذا لم يكن حلما ماذا سيكون إذا؟ هل عدت بالزمن حقا؟ وبيتكلم في نفسه: هل يحيى بعد الموت نافذة الحالة؟ هذا فقط يبدو مثل لعب. بعدها بتظهر مكبرات الصوت من تاني، واللي بتكون سماعات المدرسة، واللي بتتكلم: انتباه لكل الطلاب، بسبب انقطاع الكهرباء غير المتوفرة في الحرم المدرسي في الوقت الحالي. بيظهر نفس السيناريو من تاني، لأن البث التلفزيوني غير متوفر في مراسم الدخول ستقام في الميدان، واللي بيكون الميدان ده الفناء الخلفي، اللي هم غيروا اسمه في الترجمة يعني. على جميع الطلاب التجمع في الموقع المحدد. وكر بيكون بطلنا سامع كل اللي بيتقال ده وبيتكلم: لقد بدأ التو، اللعنة، يا له من قلق، لماذا اختاروا إقامته في الخارج؟ الإعنان عن نفسه حتى إن كل شيء يتكرر مجددا. الطريقة الوحيدة. وبيكمل كلامه وهو حاطط ايديه على راسه: الطريقة الوحيدة هي تغيير الماضي. وبعدها بيفتكر شوية من كلام النظام: بالإضافة إلى ذلك يجب عليك جمع الرفاق لتحضير قيامة الملك الشيطان قبل تخرجك العالم بين يدي. وبيتكلم بطلنا في نفسه إنها نافذة الحالة. وبيتكلم النظام بعد ما بطلنا بينكر على الصفحة التالية: بدأ برنامج التعليمي. لقد كنت طالبا هادئا يفضل البقاء بمفرده. لقد عشت حياة مدرسية مملة بسبب رداءتك ومظهرك المنفي غير المثير للإعجاب. اليوم هو اليوم الأول لسنواتك الثلاث في المدرسة الثانوية، بينما هو اليوم الأول بالإثارة بالنسبة للآخرين. لقد كنت خاليا من التوقعات وغير مهتم بكل ما هو قادم، ولكن من بعد مراسم الدخول بيفتكر الطلاب لما كانوا بيموتوا ومدير المدرسة بيكلموا النظام من تاني: بدأت تعتقد أن هذه المدرسة ليست مدرسة عادية. يشير هذا الشعور المشؤوم إلى أن الحوادث التي قد تتعرض لها قد تكون مجرد جرائم بسيطة. وبيكون الطلاب في فناء المدرسة وبيتكلم النظام من تاني: بل يعني أنك ستواجه أشياء أكثر جنونا وإزعاج. وبيكون الطلاب في فناء المدرسة واتجمعوا خلاص، وبيظهر النظام من تاني: ومع ذلك اليوم مجرد اليوم الأول لسنوات طويلة، وقد قمت برفض هذا التحذير دون التفكير ملي. بعدها بيكون بطلنا واقف مع الطلاب، وكالعادة يعني شاشة النظام بتكون ظاهرة، وبتكون ظاهر له مهم: تلقي المهم، شرح المهمة، يحصل على 3 أصدقاء لتأسيس نادي، والمكون من 3 أشخاص، المكافأة 10 نقاط شبحية، إمكانية الوصول إلى نافذة الحالة. بيفكر بطلنا في نفسه: شرح وتلقي النقاط، هذا يبدو حقيقيا كلعب، على الرغم من أن ألمي يشبه شيئا ما عدا اللعبة، لأن هذا كان واقعي للغاية. على أي حال، ماذا بعد؟ وانتهى بي الأمر هنا مرة أخرى، وبيفتكر زمايله اللي كانوا متحمسين للعام الدراسي الجديد، وبيتكلم في نفسه: منذ أن أجبرنا على الخروج بسرعة من المدرسة، هل كان التاريخ يعيد نفسه من جديد؟ يبدو أنني أعود بالزمن. هل كان يجب أن أجلب نفسي على هذه المدرسة؟ لا، لو كان كله مجرد خيال. لا أعتقد ذلك. ليس هناك وقت للتردد في حياتي على المحك، لكنني لا أستطيع التفكير بشكل صحيح مع كل هذه الأشياء غير العادية التي تحدث في نفس الوقت. وبيكمل كلامه في نفسه: على الأقل بما أنني أقف في الخلف، سأتمكن من ترك هذه المدرسة أولا إذا حدث شيء ما. إذا انفجر رأس المدير يجب أن أهرب. بيبدأ المدير يتكلم من تاني: أعزائي الطلاب الجدد في مدرسة سونغ الثانوي، تشرفت بمقابلتكم جميعا. أولا أرحب بكم بحرارة في مدرستنا. أنا المدير المدرسة. وأول ما بيقول اسمه بيتنفجر رأسه على طول، وبيكون الدم متطاير في كل مكان. وبيتكلم بطلنا: ألا، وبيكون بيجري على آخره. وبيتكلم وهو بيجري على آخره بكل قوته وبيقول: كل ما علي فعله هو تجاوز بوابة المدرسة قبل أن يركض الطلاب الآخرون. وأول ما ببص وراه بيلاقي جميع الطلاب بيهربوا. بيتكلم إنهم سارعون للغاية، بهذا المعدل سوف يلحقون بقريب. وبعدها بيزعق بأعلى صوته وبيزعق على آخره. فجأة بيسمعوا رئيس الأمن وبيطلع وبيقول: ما كل هذه الضجة أثناء حفل الدخول؟ وبعدها بيشاور بطلنا عليه وبيقول لهم: حارس الأمن لديه المفتاح ضروري لفتح البوابة الرئيسية. فجأة بيروحوا الطلاب كلك على حارس الأمن وبيقولوا له: المفتاح من فضلك، أعطينا المفتاح. وبيتكلم رئيس الأمن وبيقول: هل فقدتم عقولكم؟ عودوا إلى أماكنكم اللعين. وبيتكلم بطلنا وبيجري: لقد نجح الأمر. الآن يرى الطلاب أن البوابة أنها يجب أن تفتح وليس جدران يمكن تسلقه. بيكمل كلامه: بينما هم مشتتون، سوف أعبر من البوابة. وبتكون البوابة فارغة حرفيا،
وفجأة بينط بكل رشاقة، وبينط بيقع على الأرض وبيتكلم. لا يمكنني التراخي، لا يمكنني التراخي بعد. في المرة الأخيرة مت بعد أن هربت، يجب أن أركض. بيفضل يركض، بيركض بسرعة أبعد ما يمكنني أن أركض بذلك، وهو بيجري على آخره كده بيغمى عليه وبيقع على الأرض. ينتقل بينا الأحداث للمستشفى، واللي بنشوف بطلنا لسه مفتح عينه وبيتكلم. عندما فتحت عيني رأيت سقف مشفى غير مألوف، وأشخاص يرتدون بدلات واقية، وبتظهر الحادثة في التواصل الاجتماعي، وبتكون في كل مكان على برا الإنترنت والسوشيال ميديا حرفيا. بيكلم بطلنا نفسه بيقول: حادث انفجار رأسي لمدير المدرسة الثانوية، ولقد انتشر في كل مكان، وقد لخصت الحكومة إلى أن الحادث وقع بسبب مرض معدي غير معروف، وكنت أنا أحد الناجين من القلائل. وبنشوف العائلة بتاعت بطلنا واللي بتكون قلقانة عليه، وبيتكلم بطلنا وبيقول: أمي أبي أنا بخير. بيحضنوه في مشهد حلو وبيقولوا له: كان من المحتمل أنك مصاب بالعدوى، ابننا بخير. وبيتكلم بطلنا في نفسه: كان من المحتمل أنني مصاب بالعدوى، وأخيرا قادرا على العودة مع والدتي، فقد بعد عدة أيام من إجراء العديد من الفحوصات والحجز الصحي، بعد أن تم ملاحقتي من قبل وسائل الإعلام والشرطة لمدة من الوقت، لقد تمكنت من العودة إلى الحياة الطبيعية بعد طول انتظار. بيكون قاعد مع والده، ووالده عمال يهديه من اللي بيحصل معاه ده كله، وكانت لسه المهمة شغالة، تلقي المهمة، وبتكون شرح المهمة اللي يحصل على 3 أصدقاء في نادي ويكون نادي، والمكافأة 10 نقاط. بيكلم نفسه: أتساءل ما كان هذا بالضبط في النهاية. بيكون قاعد وشاشة النظام ظاهرة قدامه، وبتكلم والدته وبتقول له: لي جون، يوم التخرج غدا، توقف عن لعب الألعاب واذهب إلى السرير. بيكلمها بطلنا وبيقول لها: أنا لا ألعب ألعاب الفيديو الآن. بعدها بيهدي نفسه وبيقول: لقد مرت 3 سنوات على حادث حفلة الدخول، لا يزال بإمكاني الوصول إلى نافذة الحالة إذا رغبت، على الرغم من أنني على وشك التخرج بعد الانتقال إلى مدرسة أخرى، ومع ذلك لا أنظر إليها كثيرا بحكم أنها تستحضر ذكريات من ذلك اليوم، على الرغم من أن ذلك. وبيكون المشهد اللي هو بيفتكره ده عامل له حالة نفسية شديدة، وبيتكلم في نفسه: لقد قمت بتكوين صداقات وانضممت إلى نادي تماما كما ذكرت المهم، ولكن لم يتغير أي شيء حتى الآن، ولم يتغير أي شيء في المهمة أبدا. ربما هذه مجرد هلوسة لا يراها إلا أنا. بعدها بيجي الليل، بنروح للساعة 11 و59 دقيقة، وبعدها بتدق الساعة 12 بالظبط. بيظهر النظام لبطلنا إنه يوم التخرج، لقد أعيد إحياء ملك الشياطين. فجأة بيصحى بطلنا مخضوض من النوم، وبيلاقي التليفون باعت له رسالة، واللي بيكون مكتوب فيها: تم إصدار تنبيه مدينة سيول لكل سكان سيول، يجب على المواطنين الاستعداد الإخلاء بمجرد المطالبة بذلك، ولا يمكن الرفض أو النقاش. بعدها بنشوف السائق ده، واللي بيكون المكان زحمة حرفيا، وبتكون الدنيا باللون البنفسجي مع إنها بالليل، وبتكون الناس مستغربة من كل ده، مستغربة من كل اللي بيحصل. وبيتكلم واحد وبيقول: ما هذا الشيء العملاق في الخارج. بعدها بنروح للشخص اللي كنا شفناه في أول الفيديو خالص، واللي بيكون فتح بس، واللي بيتكلم الشخص اللي جوه الفيديو وبيقول: إنها ليست مزح، هذا حقيقي يا ساد، وقد رأيت ذلك للتو أليس كذلك. وبيتكلم بقى وهو بيشاور للسماء: هناك وحش عملاق في وسط مدينة سيول. وبتظهر التعليقات واللي هنختصرها المرة دي، وبيظهر كلام غريب: القدر مثل الشبح. فجأة بنشوف بطن، واللي بيكون هو اللي كان بيبث ورمى التليفون، وبيطلع على النافذة وبيبص وبيكون بينهت على آخره. بيظهر كلام مشهد دموي يظهر فجأة ويعطل الحياة اليومي، وبيكون بطلنا بينهت على آخره تعبان ومش مصدق اللي هو شايفه. وأول ما بيبص بوضوح في النافذة: ومعلش يعني يا أصدقاء عن الغلطة اللي أنا عملتها. وبيطلع اللي حصل ده كله، اللي بطلنا ما كانش هو اللي بيبث، ولكن كان بيسمع حد بيبث. وبنرجع نكمل القصة، واللي بيبص بطلنا على شيء واللي بيصدمه، واللي بيكون وحش عملاق في المكان، واللي بيكون مدمر غير مدينة سيول ومغطيها تماما بالهالة بتاعته. وبيتكلم بطلنا وهو مصدوم: ما هذا بحق خالق الجحيم. هذا بالتأكيد بالقرب من مرتفع سون الذي وقعت فيه الحادثة وتم إغلاقه من يومها. إذا كان هذا هو الحال يجب أن يكون. وبيقع على الأرض، بشد، وبيقول: إنه ملك الشياطين، تماما كما ورد في رسالة الترحيب في أول يوم لي في المدرسة. في تلك اللحظة ربما كان مجرد خيال، ولكن الآن أنه أصبح حقيقي. وبعدها بقى بيقول: لقد شعرت وكأنني أغلق عيني بهذا الشكل. وبيكون بيكلم نفسه من المستقبل. فجأة بتبدأ تحصل له حاجات غريبة، واللي بيبدأ يتلاشى من الوجود تمام، وبيبدأ يظهر له أشياء غريبة، وبيتألم من كتر السحق وسحق عظامه بكل بشاعة. وبعدها بيتكلم: وقد مت بطريقة لم أستطع فهمها. بيكون انتهى العالم، وبيظهر النظام: نهاية سيئة، عواقب الهروب دون مسح برنامج التعليم، لا تفعل شيئا حتى يقوم ملك الشياطين. وهذا ما فعله المضيف للتو، جاري الإعادة.
يتم التحميل الآن. فجأة بيصحى بطلنا في مكان، واللي بيكون في المدرسة الثانوية من جديد، وبيكون مش مصدق نفسه، ومش مصدق نفسه اللي هو راجع للحياة من تاني. وبتظهر له شاشة النظام من تاني، واللي بتكون رسالة الترحيب. وبنسمع مكبرات الصوت واللي بتبدأ تتكلم من تاني. يعني في غرفة الإنزاع حاليا هناك انقطاع للتيار الكهربي داخل الحرم المدرسي، لذلك يوجد كهرباء. نظرا لعدم توفر البث التلفزيوني، سيقام مراسم الدخول في الميدان. تبدأ نفس السيناريوهات اللي تبدأ تحصل تمام. وبس كده، ولحد هنا بيخلص الفيديو بتاعنا. فلو عجبك الملخص ما تنساش الدعم واديني رأيك في القصة. ويلا يا اخواتي، سلام.